من اكتر الاستفسارات اللي المرضى بتبعتها لنا ايه هي عمليه منظار الركبه، او يبعتوا لنا يقولوا ان احنا محتاجين نعمل عمليه منظار ركبه. اول حاجه لازم نعرفها ان مفيش عمليه اسمها منظار الركبه. منظار الركبه ده هو عباره عن اداه احنا بنستخدمها علشان ندخل بيها جوه الركبه بدون جراحه. منظار الركبه ده مش عمليه، منظار الركبه عباره عن اداه احنا بنستخدمها علشان نعمل بيها حاجه داخل مفصل الركبه بدون جراحه. يعني ايه بدون جراحه؟ يعني بدون فتح جراحي، ما بنفتحش في العضلات ولا بنفتح كبسوله المفصل ولا المحفظه المحيطه بالمفصل، والمريض بيروح في نفس اليوم من العمليه وبيكون إعادة التأهيل أسهل بكتير. سواء إحنا هنعمل عملية إعادة بناء للرباط الصليبي الأمامي زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات، أو إن إحنا هنعمل إعادة تشكيل أو إصلاح للغضروف الهلالي عشان في قطع. أمال إمتى عملية منظار الركبة بتكون عملية فعلا لوحدها؟ دي بقت حاجة نادرة جدا، لأن إحنا عندنا أدوات تانية كتير نقدر نشخص بيها المريض قبل ما نخش العمليات. إنما ممكن نعمل عملية منظار ركبة أو منظار تشخيصي للركبة علشان لو إحنا عندنا المريض بيشتكي من شكوى غير مفسرة وغير موضحة بالإشاعات أو بالفحص، وإحنا مش قادرين نوصل لإيه المشكلة اللي موجودة داخل الركبة، ساعتها ممكن ندخل بالمنظار علشان نعمل منظار تشخيصي. ودي حاجه نادره جدا دلوقتي لان احنا عندنا ادوات حديثه جدا ممكن. فمنظار الركبه عباره عن اداه، مفيش عمليه اسمها منظار ركبه فقط الا لو هو منظار تشخيصي، وزي ما قلنا دي حاله نادره لو احنا ما عرفناش نشخص المريض بالادوات الحديثه اللي احنا عارفينها زي الرنين وغيره. فخليك دايما في الامان وخليك في المضمون.